بصوا يا جماعه، التفاوض زي ما قلت كده من شويه مش حدث بيحصل، في مدى زمني بيحصل فيه التفاوض. انا هسال حضرتك سؤال، انت في الشركه بتاع حضرتك بتعملوا تقييم سنوي ولا نصف سنوي للموظفين؟ التقييم بيكون وضع اهداف في البدايه، وبشكل يعني ربع سنوي بيكون فيه KPI، وعلى نهايه السنه بيكون فيه التقييم النهائي. يعني خلينا نقول ان انتوا بتعملوا تقييم سنوي. نعم، ايوه خلينا مظبوط. نقول تقييم سنوي. طب انا موظف وعايز اتفاوض على زياده في المرتب، هل اطلب زياده في المرتب من مديري يوم التقييم ولا اعمل حاجه بقى؟ لا، انا هقول لك، انا هجاوب انا انا هجاوبك. لا، ما تطلبش في يوم التقييم. انت حضرتك تبتدي تطلب 6 شهور قبل التقييم. تمهد للموضوع. لازم تمهد، ده المدى نعم الزمني أيوة. اللي انت بتتفاوض بيه. صحيح تمام. صحيح. تبتدي تمهد، تقعد مع مديرك، انا ايه ادائي. ما تستناش لاخر السنه، انا ايه ادائي يا مديري العظيم، هل في ملحوظات، طب انا لو عاوز احسن اعمل ايه. انت راجل بتمهد له. تمام. وتقول له طب لو انا عايز زياده في المرتب اعمل ايه، تنصحني بايه، لو انا عايز بوزيشن اعلى تنصحني بايه. اما حضرتك بتفتح الحوار دوت بتبتدي تمهد وتبتدي تبرمج دماغ مديرك، الراجل دوت بيحرك، عاوز زياده. تمام. فالمدى الزمني ده مهم جدا يا جماعه، مفيش حاجه بتحصل كده. تمام. اللي بيحصل كده اما حضرتك تبقى قاعد في البيت تطلب اكل من طلبات. تمام. الاكل بيجي لك بعد ربع ساعه، في ابلكيشن بيعمل كده، صح ولا غلط؟ صحيح اوكي، صحيح. ده كده كويس. انما مفيش ابلكيشن حضرتك بتدوس يجي لك زياده في المرتب، ما اخترعوهوش، هو لحد لو اخترعوه قولوا لي يا جماعه. تمام. فالمدى الزمني مهم جدا، عامل الوقت مهم جدا.